تعالوا النهاردة بقى اما اقول لكم ازاي تعملوا كيكة شوكولاتة خفيفة ولذيذة وفوق ما تتخيلوا في الخلاط وفي 5 دقايق، وهيطلع معاكم بقى قوامها اسفنجي وطري ومسامها بقى وعاملة زي الكيكة الاسفنجية كده بالظبط. وهنعمل معاها بقى صوص خطير وسهل جدا، كلها على بعضها كده لا تقاوم وتفوق كل الوصف. كل حاجة هنعملها في الخلاط وفي خطوة واحدة. هنحتاج 3 بيضات، يفضل يكون في كوباية من الحليب الدافي بس بندفيه على خفيف في الخلاط كويس جدا جدا لحد لما الخليط يفتح ويبقى لونه زي ما انتوا شايفين كده. بالخليط في طبق خارجي، وبعد كده ننخل عليه المكونات الجافة النشا، وهنحتاج باكت من كيك شيف، وهننخل كل الحاجات دي مع بعضها ونقلب لحد لما الخليط يتكون معانا. لقيتوه سميك زيادة وتقيل ممكن 3-4 لحد لما القوام يظبط معاكم. صينية مقاس 24 ونظبطه ونسويه كده ونديها خبطتين. الفرن طبعا متولع من تحت من قبلها ب5 دقايق ومش بنفتح. تمام. على ما الكيكه تستوي هنجهز بقى صوص شوكولاته سهل جدا. لبن الحليب هننزل عليها بكوبايه من السكر، وهنحتاج كاكاو خام ما عليهوش سكر، واهم حاجه مررش ويكون نوع حلو. هنحط عليهم 4 معلقة خام زي ما قلت لكم، وده بيساعد ان القوام ده يتقل معانا. خام يعني مفيش عليه سكر زي ما انتم شايفين كده. نشغل بقى الخلاط وننزل بكوبايه من الزيت. الكيكه استوت، اخدت معايا تقريبا 45 دقيقه، ومش هنحتاج ان احنا لا نخرمها ولا نسقيها طريه ويخليها مويست كانها مسقيه بالظبط. زي انتها بسبرينكلز شوكولاته، ممكن تحطوا شوكولاته مبشوره او زي كده. شوفوا بقى هوريكم مسام الكيكه وقد ايه ضيقه واسفنجيه. بصوا بقى الجمال، تجنن، هشه وطريه وبتدوب في البق كانها حقيقي، كاني باكل قطعه جاتو. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك.